النهاردة بقى هنحضر مع بعض السفرة الجامدة دي. ايه رأيكم في العظمة دي؟ قومي كده يا ست الكل ودوقيهم أحلى حاجة من ايديكي، تعمليها لهم كده وتروقي عليه. معانا ستريبس ومعانا كفتة ورز بسمتي وطحينة الحاتي، ويلا بينا نبدأ. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة وبصلاية وقرن فلفل، ومعايا 150 جرام من الدهن. معايا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، رشة كزبرة ناشفة ورشة فلفل اسود وكمون. معايا 3 4 فصوص من الثوم، ومعايا معلقة دقيق ومعلقة نشا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعايا بيضاية. يلا هنا بقى نبتدي كده. اول حاجه الدهن بتاعنا ده جمديه في الفريزر شويه عشان يبقى سهل معاكي وانت بتضربيه في الكبه، او لو كنتي هتبشريه لو ما عندكيش كبه جمديها في الفريزر وابشريها هتنبشر معاكي وهتبقى سهله. هنا كده احنا عايزينها زي فتافيت كده. هنا بقى اديها تقليبه كده، ولو كانت عايزه ضربه كمان ما تحرميهاش، اضربيها لحد ما تعيط. هنا كده بصي قوامها كان معايا كده تمام. لو بشرتيها برضو على اضيق حاجه في المبشره تبقى تمام برضو. هنا بقى في طبق نزلت ب150 جرام من الدهن مبشورين. تمام، نضفي كده كل الكمية. واللحمة بتاعتك يا ست الكل تكون انت عارفة ان ما يكونش فيها دهون، لو فيها دهون قللي من نسبة الدهون اللي هتحطيها. معايا النص كيلو من اللحمة، مش هنضربه في الكبة ولا اي حاجة زي ما هو. معايا الفلفلاية والبصلاية هنا، ولو عندك شوية كزبرة خضراء او بقدونس وحط لها عودين كده صغيرين، انا ما كانش عندي بس هما هيطعموها. وحطي برضو الثوم مع الفلفل ومع البصل واضربيهم جامد في الكبة لحد ما يوصلوا القوام اكنهم مبشورين بالظبط، يجيبوا ميتهم كده. كده نزلي الحواف من على الكبة وارجعي اضربيها ضربة كمان. وهنا مش هنصفي البصلة ولا اي حاجة من المية اللي فيها. هنحط التوابل بتاعتنا: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، رشة كزبرة ناشفة، رشة فلفل اسود ورشة كمون. وحطي لها ظبطي لها الملح بتاعها، وانزلي بالمكونات البصلة والحاجة اللي ضربناها. وفصين الثوم اهم حاجة اوعي تنسيهم. معلقة الدقيق ومعلقة النشا ومعلقة البيكنج باودر. هنا بقى اعجني كويس قوي. هنا انا في الحتة دي نسيت احط معلقة من الخل وعصرة ليمونة، بس هحطهم في الاخر. انتي حطيهم من البداية مع المكونات دي وادمجيهم كلهم مع بعض. هنعجن فيها شوية كده، وبعد كده هنحط لها البضاية. اعجني كويس قوي، خلي الأنسجة بتاعتها تدوب وتتداخل في بعضيها. وانتي بتعجني كده لقيتي حتة من الدهنة ولا حاجة يعني ما كانتش انبشرت حلو، حاولي تفتفتيها كده بايديكي. هنا بقى حطي بياض البيض على الكفتة، ده السر بتاع المطاعم اللي ما بيخليش صباع الكفتة يفك منك ولا بيخلي الكفتة معاكي تكش، هو ده سر المطاعم. نعم. كده فصلنا البياض من الصفار ونزلنا بيها على الكفتة. وعجيني بقى فيها شوية حلوين، يعني افضليلك كده 5 دقايق ولا 7 دقايق بتعجني. عايزة تديها ضربة كده وش واحد في الكبة تمام، بس انا بصراحة بحب اعملها كده، ولو اديتها وش في الكبة برضو هتبقى كويسة. اعجنيها كويس. شفتي كان فيها حتت في الدهون ما كانتش انضربت معايا كويس في الكبة عشان ما تلكتهاش قوي، لكن لو تلكتيها قوي وضربتها في الكبة هتبقى حلوة خالص، وتبقى عاملة زي فتافيت كده البسكويت بس تبقى حلوة. هنا بصي تدخلت الأنسجة بتاعتها، طريت كده ودخلت في قلب بعضها. شفتي ما تصبعيها ماسكة ازاي. نضفي بقى كده كل ايديكي من الدهون اللي عليها والحاجة، وهتغطيها وحطيها في التلاجة لمدة ساعتين 3، ولو بيتيها ليلة هيبقى أفضل، هيبقى يعني تشرب من التتبيلة بتاعتها وتبقى طعمها أحسن.
هنا بقى انا كنت قلتلك نسيت ان انا احط عصرة الليمونة ومعلقتين خل مع الخلطة في البداية، بس افتكرتهم دلوقتي ورجعت حطيتهم، ورجعت اديتها عجنة بسيطة كده، بس دخلت الحاجات اللي حطيتها في قلبها كده، مزجتهم مع بعض، وهركنهم بقى في التلاجة. وعلى ما يتبلوا شوية هنحضر الستريبس مع بعض. معايا صدرين من الفراخ ما يعادل كيلو الا ربع، ومعايا كوباية من الزبادي، ومعايا معلقة نشا ومعلقة دقيق، ومعايا بصلاية صغيرة وقرن فلفل صغير وطماطماية وشوية خل صغيرين، ومعايا توم باودر وبصل باودر وبابريكا، ومعايا كركم، ومعايا مكعب من المرقة. هنرجع نقول كل حاجة بالتفصيل. هنا صدرين الفراخ قطعيهم، اغسليهم طبعا كويس، ونقعيهم في مية وملح وخل وليمون، روقي عليهم وطلعيهم واغسليهم تاني مكان المحلول النقع ده، وحط لهم شوية دقيق كمان في قلب النقعة. دقيق بيشد الزفارة بتاعة الفراخ. هنبتدي كده نقطع الستريبسات، قطعيها اكنك بتقطعي البانيه، ورجعي امسكي كده قطعة البانيه اللي قطعتيها وقطعيها لصوابع، خليها متوسطة الحجم، لا تكون تخينة ولا تكون رفيعة، عشان خاطر تستوي معانا كويس، ما تاخدش وقت في السوا او تنحرق وتبقى لسه من جوه ما استوتش. ظبطي ايدك كده، حاولي تقطعي كل الصوابع بحجم واحد، عشان لما ننزل بكمية مرة واحدة في الزيت ونيجي نطلع يعني تبقى الكمية كلها مع بعض تنزل وتطلع. هنا ما شاء الله يعني الصدرين عملوا معايا كمية حلوة قوي. هنا بقى في بولة هنزل بعلبة الزبادي بتاعتنا. انا هنا كان عندي بصراحة لبن رايب مش زبادي، كنت مروبة لبن، خدت شوية من الشرش بتاعه على معلقتين، ونزلت بتوم باودر وبصل باودر وكركم ورشة بابريكا ومكعب مرقة ورشة جنزبيل ورشة قرفة، ونزلت بالدقيق والنشا والخل وعصرة ليمونتين محترمين كده. الخل والليمون بالذات في الحاجات اللي بتتقلي سواء البانيه المقرمشات، وفي الكفتة كمان بيدي طعم حلو أوي، بيطر الأنسجة بتاعة الفراخ قوي، بيخليها كده كريسبي من بره وجوسي من جوه. هنا بقى ادمجي كل المكونات دي مع بعض كويس أوي، ما تنسيش مكعب المرقة، بصراحة مكعب المرقة بيدي التتبيلة طعم حلو قوي. هنا بعد ما مزجتهم مع بعض جبت الكبة وحطيت البصلاية وقرن الفلفل وحطيت الطماطماية الصغيرة، ولو عايزة تحط لها فصين توم كمان حط لها براحتك يعني زي ما انتي حابة. هنا اضربيهم نعميهم قوي، او ممكن تعمليهم بالهاند بلندر او تحطيهم في الخلاط، وانزلي بيهم بقى على التتبيلة بتاعتنا الجميلة كده. ده برضو بيخلي الفراخ تشد من طعم الخضار وتدينا طعم حلو قوي في الستريبس. وقلبي كده يا ست الكل، ادمجي مكوناتك مع بعضها. انزلي بقى بالستريبسات بتاعتنا الجميلة ديت، وقلبي كده في التتبيلة، خليها تتشرب كويس قوي من التتبيلة، مزجيهم مع بعض تمام كده. غطيهم بقى يا ست الكل واركنيهم في التلاجة لمدة ساعتين. وهنا كانت الكفتة معايا. نبتدي بقى نصبع الكفتة. بديل المية بتاعة البصل اللي بنتبل فيها، فنجان من المية وعليه معلقتين من الزيت وعليه معلقة خل وعصرة نص ليمونة وعليه شوية فلفل اسود. هنا معايا عيدان الشيش طاووق، وهبتدي بقى ابل ايديا من المية دي كده واصبع. شايفين القوام، شايفين تماسكها على العيدان بتاعة الشيش، شايفة؟ في الفرن نشويها ماشي، عايزين نحطها على الفحم برضو ماشي، نحط كده شواية من بتاعة الفراخ ونرص العيدان الكفتة بتاعتنا عليها،
ونقفل عليها ونبتدي كده نقلب يمين وشمال ونقلبها ونشويها. ده لو هنسويها على الفحم. هنسويها في الفرن، هنحطها في صينية مدهونة دهنة زيت بسيطة وعلى الرف الأوسط في الفرن، ونشغل من فوق ومن تحت نار متوسطة. ما عنديش بيشتغل فوق وتحت مع بعض، احط من تحت شوية، خليه برضو في الرف الأوسط، وشغل الفرن من تحت شوية ومن فوق شوية. نظبط احنا كده بقى السوا على حسب الفرن بتاعنا وعلى حسب ما احنا متعودين. هي بالظبط هتاخد من 10 ل15 دقيقة سوا، وهتكون استوت معانا، وهتبقى احسن كفتة ان شاء الله تاكليها. اهي شايفة الحجم بتاعها والتماسك بتاعها. بياض البيضة بيساعد على تماسكها قوي وبيخليها ما تكشش معانا. عايزة تسيبيها على عيدان الشيش طاووق تمام، عايزة تخلقيها برضو هتفضل متماسكة معاكي وهتفضل ماسكة نفسها. هنا كده بقى كنا خلصنا كل الكمية، كان اخر صباع معايا تقريبا النص كيلو، طلع لنا حوالي 11 صباع. ولو قللتي في حجم الصوابع هتطلعي اكتر. هنا ما شاء الله الصوابع كبيرة وحلوة. هي مش هتكش بنسبة 100%، لكن قولي هتكش بنسبة مثلا 15 أو 20%، هتقل حاجة بسيطة. هنا كملنا الكمية بتاعتنا وعلى صينية مدهونة زيت. هنا بقى بالشوكة بتاعتك يا ست الكل كده، وحاولي تعملي لها أي شكل كده، يعني إن هي يعني إيه كده تمام. نعمل أي ديكور كده، أي منظر برضو في الأكل، خصوصا ان انت بقى لو عندك عزومة ولا عندك مناسبة وهتقدمي الاكل ده. صينية بقى مدهونة دهنة زيت بسيطة، مسحة زيت بسيطة كده، ورصي الكفتة بتاعتك وفي الرف الاوسط واشتغلي زي ما قلتلك. هنا معايا كوبايتين من الرز البسمتي منقوعين في مية سخنة لمدة ربع ساعة. معايا مكعب من الزبدة، هحط معلقتين من الزيت وهنزل بمكعب الزبدة. نقلب كده لما مكعب الزبدة ده يسيح معانا. قلبي كده يمين وشمال، عايزة تعمليها بزبدة بس تمام، عايزة تعملي بسمنة تمام، عايزة تعملي بسمنة على زيت تمام، تعمليه بزيت برضو بس تمام. انزلي بقى بمعلقة من الكركم ومعلقة من الفلفل الاسود ورشة ملح اسود، ومعايا ليمونة من اللومي وورقتين لورا ونص عود قرفة، وهحط كمان مكعب من المرقة. ما تظبطيش الملح دلوقتي، استني لما تحطي مكعب المرقة وتحطي المية وتدوقي، لقيتي محتاجة ملح زوديلها. هنا كوبايتين من الرز البسمتي مغسولين كويس ومنقوعين في مية سخنة عادي، ممكن مية مغلية وممكن مية من السخان براحتك. انقعيهم من 10 ل15 دقيقة، ده هيساعد معاكي الرز البسمتي ان هو ما ياخدش وقت على النار ويستوي معاكي بسرعة. هنعامله معاملة الرز المصري. نقلب بقى كده المكونات مع بعض، نشوح كده الرز في التوابل بتاعتنا وفي الزبدة، نشوحه كده نديله تشويحة محترمة. التشويحة بتاعت الرز دي بتخلي الرز ما يعجنش منك ويبقى مفلفل كده وحلو. قلبي كويس قوي. سيبيه يتشوح كده لمدة دقيقتين كده على النار، خليه ياخد وقته كده. وهنا هنحط له المية بتاعته. انا بظبط المية بتاعت الرز، اللي هو بعد ما احط المية المظبوطة، ما بعرفش احط بالكوباية بصراحة، ما بعرفش المعيار، انا بشوف المعيار كده بعينيا هو كده مظبوط. بس هقولك على طريقة انك تحطي صبعك بعد ما تحطي المية، يبقى صبعك يا دوبك واصل اول الرز ومستوى المية فوق صبعك عقلة الا ربع، يعني مستوى المية فوق الرز عقلة الا ربع من صبعك كده، ده الرز المظبوط مستوى المية بتاعه. هنا سيبي النار عالية وقلبي كل شوية كده عشان نوزع المية في جميع الاتجاهات، ووطي بقى عليه شمعة خالص وسيبيه يستوي. على ما يستوي الرز هنحضر هنا كوبايتين من الدقيق، عليهم كوباية من النشا، وهنحط نفس التوابل اللي حطيناها على الستريبس بتاعنا.
توم باودر، بصل باودر، ومكعب شوربة، ومعلقة من الكركم. وهاخد هنا من الستريبس بتاعي واحط في الدقيق وادعكي كويس قوي عشان يعمل معانا الشكل بتاع الزجزاج بتاع الكنتاكي ده. ورجعي قطعة الفراخ تاني في قلب التتبيلة، هنكفرها مرتين، يعني اعملي الكفر مرتين بس هنرجعه في التتبيلة تاني ونرجع نعمل الكفر المرة التانية. يعني خدي كده من قطعة فراخ ودعكيها في الدقيق كويس قوي، وارجعي رجعها في التتبيلة تاني كده، بليها في التتبيلة كده تاني، وارجعي اعملي الكفر للمرة التانية كده. في ناس بتعمله بالمية ومية متلجة، بس لا، جربي اللي في التتبيلة ده بيدي طعم حلو قوي، بيتشرب كده من التتبيلة. وغير ان احنا مبهرين برضو الدقيق بتاعنا ومملحينه مظبوط، ده هيديكي طعم حلو قوي. ما تقعيش بقى في الغلطة بتاعتي دي، افرديها على صواني كتير. انا هنا حطيته كله فوق بعض وقلت انا مستعجلة هقلي على طول، بس لا، مسك معايا. انه لما مسك والله برضو ادى شكل احسن للفراخ، بس يعني لما عجن معايا شوية الكفر في النهاية ما كانش احسن حاجة عشان مسكت معايا. انت بقى فردي، تبلي كده في قلب الدقيق وفردي على صواني. انا هنا قلت هقلي على طول، انا بعمله بفرده على صواني كل مره، بس قلت يعني بسيبه ساعه ساعتين على ما بقليه. المره دي قلت لا، هقلي على طول مستعجله، فحطيته كله على صينيه واحده فمسك معايا. ما تقلبيش بقى في الزيت خالص الا لما يتحمر من تحت عشان الكفر ما يفكش معاكي. هنا كان داخل كده على نص تحميرة من تحت. هنا بقى ابتديت اقلب، قلبي كده في الستريبسات بتاعتك كده بالراحة عشان الكفر ما يفكش معاكي. بس شايفة ما شاء الله كان شكله تحفة، وبصراحة ريحته كانت جميلة، كانت قلب البيت. هنا بقى على طبق، على مناديل، وابدأي طلعي بقى الستريبس بتاعك عشان يتشرب الزيت. وممكن تطلعي على مصفى برضو، المهم ان احنا نصفي الزيت لان الحاجات دي بتستوي على نار هادية، مش هنعلي الولعة، هنسوي على نار هادية عشان يستوي معانا من بره ومن جوه، فبيشرب زيت شوية. نبتدي نحط الرصة التانية. ما شاء الله صدرين الفراخ كانوا عاملين معايا كمية حلوة قوي. وهنا كانت الكفتة بتاعتنا بقى استوت ما شاء الله، شايفة جوسي من جوه وجميلة. وهنعمل بقى معاها أسرع طحينة حياتي ممكن تعمليها. معايا هنا كام معلقة كده من الطحينة على حسب الكمية اللي انت عايزاها، بما يعادل نص كوباية من كوباية الشاي الخمسينة دي، وعليها نص كوباية من المية، وعليها سنة توم مفروم، وهحط لها توم باودر وبصل باودر ورشة كمون ورشة فلفل اسود. ورجي بقى، عايزة تحط لها شطة تمام، عايزة تحط لها كزبرة تمام. هنا كانت المكونات سايلة معايا، هتبتدي تجمد لما نحط لها المكونات الباردة. حطينا السخن طريت كده معانا وساحت. هنا بقى معايا عصرة ليمونتين، عصير ليمونتين، ومعلقتين 3 كده من الخل، ما يعادل نص فنجان. وبصي لما نرج بقى البارد مع السكر، شفتي مسكت ازاي؟ شايفة بقى القوام بتاعها عامل ازاي؟ عايزة تقليها بتضيفيلها طحينة، عايزة تخففيها بتزوديلها مية. من الرز كان معانا استوى ما شاء الله. زينيه بقى بشوية مكسرات تشوحيهم في معلقة سمنة، شوية فول تحطي ترشي عليها كده زبيب. وهنا كان الغدا بتاعنا جاهز. ما شاء الله احلى سفرة ممكن تعمليها. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.